الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. عهد قديم وعهد جديد، والله ديان وعادل، عهد قديم وعهد جديد. لكن يا أحبائي عايز أقول حتة في الجزئية دي. في العهد القديم بالأخذ في الاعتبار السلايد اللي قبل اللي فاتت، إن ربنا بيعامل أطفال في الإيمان وبيتعامل مع إنسان لسه عقله الجمعي بسيط، كان لازم يظهر هذا العقاب على الأرض. ليه أحبائي؟ علشان الإنسان يفهم ويتعظ ويتعلم ويعرف إن الخطية أجرتها موت، لأن غضب ربنا لو ربنا سحب نعمته الإنسان بيذل والشيطان بيطمع فيه. تاني حاجة، هل ربنا ينفع يقول للناس الأخيار، الناس اللي سمعوا كلامه بقى، يقول لهم معلش هتتعبوا في الدنيا شوية بس هتروحوا السماء بعد كده، أما الناس الأشرار فهيروحوا الجحيم؟ لو كان ربنا اكتفى بالعقاب الأبدي بس في العهد القديم، الناس الأخيار والأشرار هم كده كده في العهد القديم هيتقابلوا فين؟ في الجحيم، لأن ما كانش فيه سماء، لسه السماء ما اتفتحتش، لسه الفردوس ما اتفتحش. فكان لازم العقاب يبقى موجود على الأرض ومتشاف بالعينين. الناس الأخيار ربنا بيبارك لهم في ولادهم وفي فلوسهم وفي أرضهم. ولو حد يعني تقيل قوي في الإيمان زي إبراهيم، هو يقول له يا رب أنا هعيش في خيمة، أصلا أنا عارف إن كده كده في قيامة أموات، زي ما القديس بولس ذكر في عبرانيين. لو في حد تقيل قوي زي داود يقول وعارف إن لا تترك نفسي في الهوية، ومش هتسيب ولادك هيروا فسادا لأن أنت مش هترى فسادا، لو حد تقيل كده ربنا يقول له طب تتحمل شوية ألام علشاني وابقى كافئك في السماء بقى طالما أنت عارف إن في سماء. لكن الشعب كله حتى بداود بإبراهيم ما مش هيروح الفردوس ولا حاجة، ده يروح الجحيم. فكان لازم العقاب أرضي والمكافأة أرضية. فاهمين البعد دوت؟ لكن في العهد الجديد نوح وسدوم وعمورة العقاب أرضي، لكن في العهد الجديد هيحصل أكتر من كده بس في نهاية الأيام. عشان كده أحبائي لما نشوف صفات الله في العهدين هنلاقي كلمة رحمة مثلا، إن الله رحوم، دي ظهرت في العهد القديم عشرات الأضعاف عنها في العهد الجديد. والعكس بقى، إيه رأي حضراتكم؟ إن كلمة الدينونة ظهرت عشرات المرات، 108 مرة في العهد الجديد، أكثرها على لسان السيد المسيح كمان. يعني كلمة دينونة دي موجودة بكثرة في العهد الجديد، وكلمة رحمة موجودة بكثرة في العهد القديم. كلمة جهنم ما جاتش غير بس في العهد الجديد حوالي 11 مرة، اللي هي بقى الدينونة الأبدية أو مرحلة العذاب الأبدي مش بس الوقتي. كمان عايز أقول حاجة، صحيح بقول لحضراتكم إن العقاب في العهد القديم والمكافأة في العهد القديم معظمها أرضية، مع بعض الإكسبشنات زي إبراهيم وداود يقدروا يحتملوا معانا دول شوية، وأشعية وأرمية يتنشروا بس مستنيين قيامة أفضل. كذلك في العهد الجديد المكافأة والعقاب أبدية، لكن في بعض الإكسبشنز عشان برضو ربنا ليه غرض في إظهار حكمه، زي مثلا قصة هيرودس لم يعطي مجدا لله، مات في الحال وأكل الدود. طب ده احنا عهد جديد ما تسيبها دي يا رب العهد للدينونة بقى؟ لا دلوقتي عشان الناس تعرف الإنسان المتكبر بيحصل فيه، وفي سفر الأعمال عشان تبقى فجة وواضحة. حنانيا وسفيرة نفس الكلام، موقف صعب في بداية سفر الأعمال. ليه يا رب تعمل حاجة قوية كده؟ هو كده كده العقاب أبدي والدينونة أبدية مش أرضية، لكن لازم يظهر حاجة أرضية في بعض الظروف دي حسب حكمة الله. كنيسة في بدايتها في بداية سفر أعمال الرسل، ولازم الناس تعمل حساب لربنا زي ما كانت بتعمل في العهد القديم للجبل اللي مولع نار ومحدش عارف يقرب له أيام موسى، لأن الله حاضر في الكنيسة زي ما كان حاضر على الجبل أيام موسى. ده أنا أقول اللي أكتر من كده، قديس بولس الرسول يتكلم في رسالة كورنثوس ويقول عن سر الإفخارستي، سر التناول، يقول بتستهتروا بجسد المسيح ودمه. انت مش عارف ان اللي بيستهتر بجسد المسيح ودمه
هينالوا عقاب شديد. ايه ده كلام عهد جديد ده؟ ايوه كلام عهد جديد. ده لدرجة ان يقول ولذلك يوجد كثيرون منكم مرضى وكثيرون يرقدون. يا نهار ابيض، ده ايه ده سفر اللاويين ولا ايه؟ لا، ده رسالة كورنثوس. عشان في بداية الكنيسة الناس كانت بتستهتر بسر الإفخارستيا. ربنا ما يرضاش بدي. إذا ربنا عادل عهد قديم وجديد مع اختلاف الأدوات واختلاف التوقيتات، لكن الله رحوم جدا عهد قديم ورحوم جدا عهد جديد. الله عادل جدا عهد قديم، الله عادل جدا عهد جديد. برضو الآية المشهورة لما ربنا بيقول في آخر الأيام هيجوا ناس عملوا لهم اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكن. يا ملاعين، الحقيقة دي في عهد جديد، ده في آخر الأيام كمان، ده ربنا اللي هيقولها دي. يبقى من هو عاش في الخطية وعاش باستباحة مستسلما لها، هو في نظر الله زي ما كان بينظر في العهد القديم كرهه للخطية اللي في داخل هذا الشعب، كرهه برضه للخطية اللي في داخل هذا الإنسان، وبالتالي واخد اتجاه الموت الأبدي. يعني حتة ان ربنا الرحيم موجودة كتير طبعا في سفر المزامير، في حزقيال، ده انا جبت يعني كلمتين لكن هو كل الكتاب. الله في العهد القديم مثلا انه بيحث على محبة الاعداء والغرباء. بصوا يقول لا تفرح بسقوط عدوك، ده عهد قديم. ولا يبتهج قلبك اذا عثر، يعني ما تفرحش في عدوك، يعني معناها ايه؟ حبه. هو ما تفرحش فيه يعني حبه، يعني اتمنى له الخير. إذا جاع عدوك فطعمه وإن عطش فاسقيه ماء، ده مش عهد جديد، ده عهد قديم. إذا صادفت سور عدوك أو حماره شاردا ترده إليه. لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك. إيه ده احنا فاكرينها عهد جديد دي؟ لا، دي عهد قديم. طب أنا عايز أقول حاجة وأنتوا حافظينها. لما السيد المسيح قال قيل للقدماء لا تزني أما أنا فأقول لك لا تشتهي أو لا تنظر نظرة شريرة. طب في العهد القديم ركز كده، هي الوصية بتقول إيه؟ لا تشتهي مال قريبك ولا تشتهي إيه؟ امرأة قريبك برضه، يعني لسه ما فيش زنا ولا في خطية فعلية، بس الشهوة في حد ذاتها. هو الله في العهد القديم والعهد الجديد. في العهد الجديد ربنا أظهر الأمور الروحية اللي الإنسان اللي جواه الروح القدس يستحملها ويعملها ويعرف ينفذها بفرح لا بتثقل. لكن هو الله العهد القديم هو الله العهد الجديد، وهي نفس الوصايا. الاهتمام بالحيوان مثلا، كنت لسه بقراها في خروج 23 يقول 6 أيام تعمل عملك. ده بيكلم مين؟ بيكلم الإنسان، بيقول له تشتغل 6 أيام وتريح في السابع. طب تريح في السابع ليه؟ أما اليوم السابع فيه تستريح. أنا ما كنتش واخد بالي منها بصراحة. عشان إيه اللي يستريح يعني؟ لكي يستريح ثورك وحمارك وتستريح أرضك، هي بقتها، وأرضك تريح شوية. والسنة السابعة من بعد كل 6 سنين الأرض تستريح والحيوانات تستريح والعبيد يستريحوا برضه في اليوم ده. بعديها بشوية ربنا بيقول له عشان حتى العبد اللي عندك اللي بتشغله عيني يستريح في اليوم السابع ده. تقول لي بس ربنا ليه أصلا سمح بالعبد؟ هم طالعين من مصر بنفس العادات والتقاليد دي، بس قال لهم في السنة السابعة تطلقوا العبيد. هم قعدوا 40 سنة، فعلى السنة السابعة كانت خلاص حتة العبيد بتقل وبتختفي، لأن السنة السابعة كانوا بيطلقوا فيها العبدة أو العبيد. لكن هم لسه طالعين بقى في بعض الأفكار. ربنا يعني حتة إن أنت تستريح اليوم السابع ده واحد يقوم ماسك فيها، يعني ربنا استريح في اليوم السابع، يعني ربنا بقى اشتغل 6 أيام تعب وفي اليوم السابع جاب كرسي واستريح، فاحنا بقى لازم نريح احنا كمان، ويقعد يمشي في الاتجاه ده. حبيبي بس اقرا الآية وافهمها وافهم المعنى المقصود بيها. ربنا بيقول لهم اشتغلوا 6 أيام، اليوم السابع انت تريح، الحيوانات بتاعتك تستريح، والارض بتاعتك تريح لو السنه السابعه، والعبيد بتوعك يريحوا. طب وانت تقعد تصلي بقى، ده يوم ربنا ده، هتقعد منهك تجمع فلوس 6 أيام؟ طب على الاقل يوم نقعد نتكلم بقى. عشان كده كان اليوم السابع ده بقى ده اليوم اللي تقدسه يعني تكرسه لربنا، مش تقدسه للسرير، مش قصده كده. تقدس اليوم للرب إلهك يعني تخصصه للصلاه وللعباده. أنا عايز أقول إن حتى قانون عين بعين وسن بسن
اللي هو كان قانون موجه في سفر التثنية وفي سفر الخروج للقضاة عشان يحكموا ما بينهم وبين الشعب. يعني لما يجي لك واحد كسر سنة حد يبقى يتحكم عليه ان سنته هو كمان تتكسر. لكن على المستوى الشخصي ما بينك وفي حياتك ربنا كان يكلم الناس ويقول لهم بعض الأجزاء أنا استغربت منها خالص وأنا عمال أقراها بالتفصيل يمكن الأسبوع اللي فات، يعني بذاكر سفر الخروج اليومين دول. لقيت مثلا ربنا بيقول لواحد للشعب، يقول له بص لو جه واحد استلف منك الرداء، خلوا بالكم من تعبير الرداء لأن هو نفس اللي استخدمه السيد المسيح بعد كده. لو حد استلف منك رداء ومفروض يردهولك على المغرب وبعدين ما قدرش يردهولك عشان الدنيا برد، ما تطلبهوش وسيبهوله ليه خالص. ايه ده عهد قديم، ده سفر الخروج حاجه صح حاجه وعشرين. ولو رهن الرداء بتاعه عشان ياخد منك فلوس، قالك خد اللبس بتاعه اهو بس اديني قرشين اكل العيال، وجالك على بالليل قال لك بصراحه انا الدنيا برد وانا راهن عندك اللبس وبصراحه معيش فلوس اردها لك، اديله الرداء وفوقيه بوسه وقول له مش عايزه تاني. يبقى نفهمها لما السيد المسيح يقول من طلب منك في العهد الجديد بقى اللي طلب منك الثوب سيب له الرداء ايضا. ده يبقى ايه؟ ده يبقى الروح بتاعه الوصيه كانت بوادرها باينه في العهد القديم اهو. العهد الجديد الناس الولد بقى في ثانوي ومش محتاج اقول له ما تحطش ايدك في الفيشه، لا علم اخواتك الصغيرين ما يحطش ايديهم في الفيشه كمان، لكن انت بالنسبه لك هتعملها تلقائي، انا اعلى بيك شويه بقى. طيب تعالوا ندخل على القضيه. انا عارف اني اخدت وقت طويل بس يعني لسه معانا ربع ساعه او تلت ساعه هنقضيها في الجزئيه الاخيره. مش كده يا ابويا؟ ربع ساعه او تلت ساعه مظبوط. طيب القضيه الثانيه، الله يشجع على الحرب والقتل وينحاز لشعب بني إسرائيل. تعالوا نبص عليها، وعشان يا أحبائي نقدر نفهم حدث زي ما أنا وريت له حضراتكم والقدسكم في السلايد رقم 2 من لازم نراعي مين الناس دول. سنة حوالي 3000 من 3500 سنة من دلوقتي 1500 سنة قبل الميلاد، الشعوب دي كانت شكلها إيه عشان نعرف السياق. أي حد من حضراتكم بيدرس تاريخ في كلية متخصصة يعني آداب أو ألسن أو غيره، دراسة التاريخ قدس أبونا علمنا لازم أعرف ظروف المعيشية للناس دول إيه وأحوالهم كانت إيه ولغتهم حتى كانت إيه. لأن اللي أنا بقوله دلوقتي كلغة كان زمان بيفهم بلغة نفس الكلمة بس تفهم بمعنى تاني أيام عصرهم، وعاداتي وتقاليدي دلوقتي غير خالص نفسها. لو اتعملت من 100 سنة كانوا يطلعوني مثلا غير مهذب. ده احنا مش بنتكلم من 100 سنة، ده احنا بنتكلم من 3500 سنة. فطبعا أحوال الناس مختلفة عن هذه الأحوال وهنشوفها ازاي. تعال نشوف خلفية تاريخية. أولا تتلخص المشكلة أحبائي تحديدا في يشوع 12 لما اتذكر ملخص لل11 إصحاح اللي قبليهم أو لل6 إصحاحات اللي قبليهم إن يشوع حارب 31 ملك تقريبا وحرم مدنهم. محرم بمعنى فناها. طبعا في معنى تاني أنا ما دخلتش فيه بقى، إن كلمة حرم البعض يقول إنها ترجمتها تسيبريت يعني يفصل، يعني ممكن يسبي ممكن يطرد لكن مش لازم يحرم يعني يموت، يجوز بس خلينا في المعنى بتاع يحرم يعني يفني. تمام. من الإصحاح 6 للإصحاح 11 في سفر يشوع هي دي كانت الحروب اللي احنا عايزين نتكلم عليها. ليه؟ طب وقبل كده وبعد كده؟ لا قبل كده وبعد كده في الأغلب كانت يا إما دفاع يا إما في الأغلب التاني قضايا سياسية. يعني مثلا أيام حزقية هيحارب مين ومين اعتدى عليه ومين بيحاربه، حرب. أيام موسى قبل يشوع سيحون ملك الأموريين، عوج ملك بشان، دول خرجوا يحاربوا موسى، راح موسى مدافع وحارب. العماليق لما تقروا التفصيلة بتاعتها في سفر التثنية، لما تقراها في سفر الخروج تحس ان ايه ده موسى ويشوع دخلوا يحاربوا العماليق ليه؟ دول ناس في حالهم. لا اقراها في سفر التثنية ربنا شارحها تاني ان الشعب بني اسرائيل كانوا ماشيين طابور كده، اللي بيتقدموا في المسيرة
بيكونوا الرجال الحرب والقادة، وفي آخر في ديل الطابور السيدات والضعفاء والأطفال والشيوخ. قاموا العماليق دول كانوا ناس مستخبين على الجبال، استنوا الطابور يعدي والحبة الأقوياء اللي في الأول دول يكونوا عدوا، وراحوا نزلوا على آخر الطابور وابتدوا ينهبوا ويقتلوا ويعتدوا ويغتصبوا. فتدور لهم موسى ويشوع وابتدوا يحاربوهم. لما تقراه في الخروج تحس ان ده يعني ليه بس موسى يحارب؟ ليه ربنا يقول لهم موتوا؟ مش موتوا، اقرا تفصيلتها اعرف الخلفيه بتاعتها. لان سفر التثنيه بين قوسين كده اقول لحضراتكم وانتوا سيد العارفين ان سفر التثنيه مليان اسرار من جوه سفر الخروج والعدد. سفر الخروج والعدد سرد تاريخي جميل، لكن في سفر التثنيه موسى كتبه في السنه الاخيره قبل ما يموت، فكتب بعض الأسرار اللي كانت ما بينه وما بين ربنا ورا الأمور. يعني مثلا في سفر الخروج تلاقي موسى صام 40 يوم و40 ليلة. بالكتير ممكن تستنتج مرة تانية 40 يوم و40 ليلة تانية عشان ياخد الشريعة للمرة التانية. في سفر التثنية موسى ذكر حوالي 4 مرات صام 40 يوم و40 ليلة. حاجة زي بتاعة عماليق دي مش مذكورة غير في التثنية، وهكذا. في سفر التثنية يجيب لك ما وراء الأحداث. لكن نرجع لموضوعنا تاني. فكانت الحروب ما بعد ذلك، يعني في أيام القضاة مثلا يجوا ناس يعتدوا أيام جدعون وياخدوا ينهبوا منهم المحاصيل، يقوم شعب جدعون اللي هو شعب ربنا يدافع عن نفسه. أيام شمشون الفلسطينيين، أيام داوود العماليق تاني، أيام صموئيل العماليق تاني، أيام داوود الفلسطينيين برضو جلياط هو اللي جاي يحارب. أيام موسى زي ما بقول لحضراتكم سيحون ملك بيقول لهم هنعدي من أراضيكم ومش هنعمل لكم حاجة، بس سيبوا لنا يعني مخرج ندخل أرضكم ونطلع من الناحية التانية، ونوعدكم لو حد بس لمس حد من شعبكم موتونا كلنا. قال لهم لا ما تعدوش من عندنا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، وراحوا طالعين محاربينهم. يوم موسى يدافع. امال امتى ربنا قالوا لا روح انت هاجم؟ هي بتاعت يشوع دي بقى. فهمتوا القصة؟ الخلفية التاريخية تعالوا نشوف مين هم المدن دي اللي مذكورين في الحروب اللي هيحاربها يشوع وايه قصته. اللي قدام حضراتكم دي حاجة اسمها رسائل تل العمارنة. ايام اخناتون دي موجودة عندنا، دي موجودة بكثرة. رسائل تل العمارنة دي بتبين ان اخناتون بيراسل الناس اللي هناك، والناس اللي هناك بيراسلوا اخناتون عشان يقولوا له تعالى في بعض الشعوب، يقصدوا شعب بني إسرائيل، جايين يعتدوا على عندنا وإحنا بنحاربهم. المهم بقى إن في الرسائل تل العمارنة دي بيتكلموا بأنهي صيغة؟ بيتكلموا بصيغة إن هم ما يقرب إلى الثكنات العسكرية. يعني إيه الثكنات العسكرية؟ يعني زي ما تكون مثلا أنت في طريق صحراوي، مش بتلاقي في حتة جوه في الصحراء مثلا عبارة عن منطقة فيها دبابات وكده، ده معسكر للجيش، دي كتيبة أو سرية. فالرسائل دي بتوضح إن في هجوم مش على المدن، دي هجوم على مناطق عسكرية. وعشان كده أغلب المفسرين قالوا إن يشوع في حربه تحديدا مع أريحة. أريحة دي كانت واحدة من السكنات العسكرية، ومن أجل كده كان السور بتاعها أخطيت، يعني عايش فيه بعض الناس المش كويسين زي رحاب، ودول جايين مخصوص عشان الجنود اللي جوه والحياة اللي جوه لحاجات وحشة. فأريحة تحديدا اللي هي البلد الأولى اللي ابتدى يحاربها يشوع وهيحرمها دلوقتي، هي في الأغلب سكنة عسكرية. طب وحتى لو ما كانتش سكنة عسكرية كانوا شعب، الشعب ده كان حالته عاملة إيه وكانوا عايشين إزاي؟ تعالوا نشوف. لأن أنت برضو لما تيجي تقرأ بدقة هتلاقي من الإصحاح 6 للإصحاح 11 دي الحروب اللي حاربها يشوع. بس ركز وما تاخدش الموضوع بشكل سطحي. هتلاقي المرة اللي ربنا قال له حارب وهاجم أنت كانت هي أريحة وعاي. الباقيين هم سمعوا عن يشوع أنه بيحارب وأنه قوي وتغلب على أريحة وعاي، المفروض دي كانت أماكن محصنة جدا، وده يؤكد أنها غالبا سكنات عسكرية. فابتدى 5 مدن 5 ملوك يقولوا هم اللي يقولوا من الشمال، و6 يقولوا من الجنوب. فاتعملت حرب عالمية عليه. بس اللي هو دخل وهاجم
تقدر تقول هي بالظبط أريحة وعاي. وأقول لكم يمكن مفاجأة أنا جايبها من كتاب أجنبي، يعني راجل باحث أنا أحترمه يعني. يقول مش ملاحظ إن لغاية زمن داوود وما بعد داوود الناس دي كانوا لسه عايشين؟ كلكم دارسين وعارفين، ما هو الفلسطينيين اللي حاربهم داوود دول مين؟ ما هم كانوا من المفروض كانوا يموتوا في القعدة دي. الكنعانيين والمؤابيين والأموريين والحسيين وكل دول مذكورين في صموئيل وصموئيل وملوك الأول وملوك الثاني، لسه عايشين اهم. أيوة، عمل حسبة جميلة أوي، قال لك التعداد بحسب المواثيق بتاعت تل العمارنة دي كان عدد الناس اللي عايشين في أرض كنعان ما يقرب من 6 مليون. 6 مليون اللي شعب بني إسرائيل حاربوهم وحرموهم، يعني اللي قلنا نفهمها بمعنى ان هم ماتوا، مش سيباريت او سابوهم، لا موتوهم يا سيدي، من 0.04 ل 1%. طب والباقي فضلوا عايشين وعايشين وسطيهم، ولغايه سفر صموئيل، لغايه سفر القضاة، ما هو يشوع بعد سفر يشوع قضاة مليانين عايشين وسطيهم، صموئيل وسطيهم، وصموئيل الثاني وسطيهم، وملوك الاول وسطيهم، وملوك الثاني وسطيهم، واخبار ايام اول وسطيهم، واخبار ايام الثاني وسطيهم. راحوا فين دول؟ ولسه قاعدين. ايوه، انا بقول اللي حصل. احنا دلوقتي بنناقش قضيه قتل يشوع للناس دول. حجم القضيه اصحاحين، حجم اللي ماتوا 0.04 ل 1%، العدد الاصلي 6 مليون، في الأغلب سكنات عسكرية. طب لو ما كانوش سكنات عسكرية، تعالوا نشوف من نصوص الكتاب المقدس ومن بره الكتاب المقدس. أنا جايب لحضراتكم بعض رسائل الدكتوراه اللي عملت أبحاث في الحتة دي. تعالوا نشوف الناس دول كانوا عايشين إزاي في كنعان. أول ذكر ليهم كان نحفظها كده تكوين 15 هي من 13 ل 16 بس نحفظها التكوين 15 عشان يبقى رقم سهل. النهارده هنحفظ في الجزء اللي جاي يعني هنحفظ 3 شواهد. الأولاني تكوين 15 ربنا قال لإبراهام اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم. يقصد إن هم هيروحوا مصر ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. ماشي، عارفينها دي، ان ايام يوسف هيستدعي الاسباط وهيعيشوا في مصر 400 سنه. ثم الامه التي يستعبدون لها انا ادينها، اللي هي مصر بالضربات العشر وغيره، وبعد ذلك يخرجونهم او يخرجون باملاك جزيله، وده اللي حصل ساعه الخروج. وفي الجيل الرابع هيرجعوا لهنا بقى ايام يشوع، لان دي اللي تهمني بقى، ذنب الاموريين ليس إلى الآن كاملا. يعني إبراهيم كان عايش وسط الناس دي، هم مليانين عبادة أوثان ولخبطة، بس لسه مش للدرجة. يعني نظريا لسه في أمل، هو عمليا ما فيش أمل، بس نظريا لسه ممكن يطلع منهم أمل. طب الشعب ده حصل كان عايش إزاي بعد ما إبراهيم مشي وهيجي يشوع؟ تعالوا نشوف في سفر الحكمة، وده تاني شاهد نفسي نحفظه. سفر الحكمة 12. تقول لي 12 كام؟ اقول لك سفر 12 كله. سفر الحكمه 12. سليمان كان راجل بتاع ابولوجيتكس غالبا زينا كده، فبيسال ربنا يقول له هو انت ليه، بص يعني صعبان عليه مع ان هو تبع شعب بني اسرائيل، بس بيقول له برضه انت ليه قلت ليشوع يجي يموت الناس برضه؟ يعني تخيلوا، يعني كانه متعاطف او بيسال السؤال بشكل دفاعي عشان اللي يقول لنا الاجابه. بصوا الجمال، فانك ابغضت الذين كانوا قديما سكان ارضك المقدسه. انت ليه اتضايقت منهم يا رب؟ ليه اتضايقت من الناس اللي كانوا عايشين في كنعان وجالهم يشوع يحاربهم بتوع اريحه وعايو؟ لاجل اعمالهم الممقوته لديك من السحر وذبائح الفجور، اذ كانوا يقتلون اولادهم بغير رحمه ويأكلون أحشاء الناس ويشربون دماءهم في شعائر عبادتك. فإنه من يقول ماذا صنعت أو من يعترض قضاءك؟ صحيح يا رب، مين اللي يقول أنت إزاي تسمح إن يشوع يجي يموتهم؟
لا لا، أنا رجعت في كلام. ومن يشكوك بهلاك الأمم التي خلقتها. يعني بصوا كان بيفكر تفكير دفاعيات سليمان، بيقول له ده أنا كنت مستغرب إزاي الناس تبقى خلقتهم بإيديك وتهلكهم. أو يقف بين يديك مخاصما عن أناس مجرمين. لا، طلعوا مجرمين، أنا ما ينفعش أقول لك إزاي تحكم بكده. إذ ليس إله إلا أنت المعتني بالجميع، حتى تري أنك لا تقضي قضاء الظلم، حاشا، وليس لملك أو سلطان أن يطالبك بالذين أهلكتهم. خدتوا بالكم من الجزئية دي؟ تذكروها بليز. يبقى قلنا تكوين كام 15 وبعدين حكمة كام؟ حاجة كمان، تثنية 18. يبقى 12 15 18. 12 دي مين؟ الحكمة. 15 ده مين؟ 18 دي مين؟ هنزود واحد رابع معلش، لوين 20، معلش كنتش واخد بالي. يبقى 15 12 15 18 20. 12 حكمة، 15 18 20. يقول متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ركس أولئك الأمم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو بنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر. كانوا بيعبدوا الشياطين يا جماعة. ولا من يلقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعا، ولا من يستشير الموتى. دي فضلت أيام شاول، فاكرين بقول لكم مش كلهم ماتوا، فضلوا عايشين. لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس. مش عشان أنت كويس وعايز أديك الأرض دي تبقى بتاعتك على حسابهم، لا، بسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. أنا عايز أقول لك فلسفة كده، يقول لك أن تقبلها أو لا تقبلها. أتخيل كأن ربنا بص للشعب اللي هو هيجي في وقته ويتجسد منه، اللي هو عيلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فدبر قصة المجاعة وسمح بيها عشان ياخد العيلة دي ويحفظها ويحطها في مصر. وطول ما هم غرب في أرض مش بتاعتهم مستعبدين، هيحبوا وهيعبدوا ربنا وهيقربوا لبعض، وفي نفس الوقت يبقى حماهم من شر الشياطين بتاعت أرض كنعان، لغاية ما يبقى يردهم تاني ويخليهم يستقروا في هذه الأرض إلى أن يتجسد منهم. فانتقالهم من أرض الموعد لأرض مصر، وإنه يسيب أرض كنعان مش عشان يمتلكوها الناس اللي فيها، لكن علشان يقضوا على نفسهم بقضاء نفسهم. كانت الحياة ما بينهم زي ما انتم شايفين مكتوب يجيز ابنه بالنار. انتم عارفين شكل التمثال بتاع مولك اللي كان عبارة عن تمثال نحاسي، ايديه معمولة بالمنظر ده، ينيموا عليه الطفل، يولعوه نار، والطفل يصوت فيقعدوا يطبلوا، فالطفل يتحرق ويتقدم ذبيحة، وأمه وأبوه من اللي بيلفوا دول. طب وبعدين يزنوا ويجيبوا غيره ويحطوه برضه. ناهيك عن اللي مكتوب في سفر اللاويين 20، لأنه أعطى من زرعه لمولك، اللي كنت زرعه يعني ابنه، زرع جنسه، زرع بشر يعني، لكي ينجس مقدسي ويدنس اسمي القدوس، الأرض المقدسة دي. فاتكلم عن الزنا والجان وتوابعها، واتكلم على الشذوذ مع البهائم في سفر اللاويين. يعني كانت خطية نجاسة الشذوذ مع بعضهم، ثم مع الحيوانات ومع الأطفال، بنسميها بيدوفيليا دلوقتي. للأسف بقول دلوقتي، تتخيلوا أن بعد العصور 3500 سنة من الآن يرجع عدو الخير ويلعب نفس الألعاب ويخدع البشر بنفس الألعاب، والبشر يستجيبوا من نفس الضحكة، ومجدهم يصير في خزيهم. ربنا يرحم وما يكونش ليهم حالة أسوأ من سدوم وعمورة زي ما قرينا. لكن هنا اللي بنشوفه إن كانوا وصلوا في المراحل الفجور للمنتهى على مدار كام سنة؟ 400 سنة. وربنا شاف الخطايا اكتملت،
وآن وقت الحصاد. طب وهل الكلام ده فقط من الكتاب المقدس؟ لا، قدام حضراتكم رسالة دكتوراه جميلة اسمها The Role of the Human Sacrifice، تقدروا تكتبوها على جوجل وتطلع لكم رسالة دكتوراه لواحد جامعة ميتشيغان، وكاتب بالتفصيل 1500 سنة ل 1300 سنة قبل الميلاد أرض كنعان دي كانت الناس اللي فيها بيعملوا إيه، لأن الآثار موجودة، ما بنحفر وبنلاقي. وباي ذا واي، بس دي غلطة مني إن ما جبت لكمش فيلم الفيديو، بصراحة بندم، كان نفسي أشغله لكم، هو طويل بس كان نفسي ألخصه في دقيقتين. الراجل بعض العلماء الآثار وهم بينقبوا في أرض كنعان وبيطلعوا الأمور اللي كانت من 1500 سنة ل 1800 سنة قبل الميلاد، هتلاقوها موجودة على اليوتيوب. وبيطلع تمثال مولك، وبيطلع الأطفال المحروقين، وبيطلع المعابد ومكتوب عليها إيه، منهم الحتة اللي جاية دي ملحمة مكتوبة على إحدى المعابد الكنعانية في أيام دخول يشوع لأرض كنعان، أن الصلاة لبعل تكون في حالة عري كامل، ثم سب الآلهة الأخرى وطلب الارتفاع على أجنحة الشياطين ليرتفع نحو بعل. النوع ده من الحياة يخليني أقول إن ربنا كمدير ومسؤول عن العالم لو ترك هذه الدايرة لتتسع أصبح غير رحيم بينا احنا بقى. تاني، الله كمدير وضابط للكل ومسؤول عن العالم إذا ترك هذه الدائرة تتسع هنا يصبح ظالم، مش لما يبعت يشوع كمنفذ لحكم إلهي باستئصال هذا الورم السرطاني من العالم يصبح هنا اللي ظالم. حاشا، زي ما سليمان كان لسه بيتساءل وبيجاوب على نفسه في نفس الإصحاح. أختم بشوية نقط. مش بس إنها كانت أراضي مليانة بالخطية مؤثرة على اللي حواليها، وصلت بعد 400 سنة لمنتهاها، في الأغلب كانت سكنات عسكرية، التحريم كان لم يطل إلا 0.04 ل 1%. كل اللقط دي، لكن غير كده كمان إن ربنا قبل ما يجي يشوع يحاربهم كان ابتدى ربنا نفسه يطرد حبة منهم. اللي قبل يخاف ويرصد إن ربنا غضبان على ممارساتهم دي وهرب نجي، ولو إنه هيروح يمارس نفس الممارسات دي ممكن في حتة تانية، لكن ربنا بيتمهل لو كان في حد في أمل. يقول أرسل هيبتي أمامك، ده بيتكلم موسى، وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين يعني هاربين، وأرسل أمامك الزنابير. يعني قبل ما يشوع يجي ربنا بعت ضربات زي الضربات العشر تخوف البعض، فتطرد الحويين والكنعانيين والحسيين من أمامك. لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة لئلا تصير الأرض خاربة فتكسر عليك وحوش البرية. شوية شوية قليلا قليلا أطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض، علشان الأرض ما تصيرش خاربة ويطلع فيها الوحوش، تدخل أنت على الأرض تلاقي الوحوش ضدك. لا، أنا هطردهم حبة بحبة بالزنابير وبغيره يجروا. فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامك، وهكذا. يقول كمان في يشوع 10، بصوا الآية دي، والذين ماتوا بحجارة البرد زي الضربات العشر هم أكثر من الذين قتلهم بني إسرائيل بالسيف. يبقى في ناس هربوا بالضربات وجريوا وفضل في قلة، والقلة دي البعض ما هربش فأصابه البرد ومات، والبعض الأقل اتحارب على إيد يشوع بأمر إلهي لاستئصال هذا الورم. يقول في لاويين، عشان كده في لاويين 20 يقول لك رسوم الشعب الذين أنا طاردهم، أو يقول في تثنية 7 لكن الرب إلهك يطرد ويدفع الرب إلهك أمامك، ويقولوا لا تشتهي فضة ولا ذهب مما عليها لتأخذ لك. أنت مش داخل تحتلهم، أنا هطردهم أمامك، ولما تدخل حتى لو لقيتهم سايبين حاجتهم ما تاخدهاش.
فاكرين الحكمة 12؟ هجيب لكم منها كنز في الجزئية دي، طبعا انتوا سيد العارفين يعني، بس انا بالنسبة لي دي كانت كنز. خدتوا بالكم لما كان بيقول له اطردهم قليلا قليلا بالزنابير وبالبرد وخوفهم قدامك تتخيل حتى دي ربنا قايل فيها ايه؟ يقول سليمان في سفر الحكمة: لكن بعقابهم شيئا فشيئا، اللي هي قليلا قليلا دي، منحتهم مهلة للتوبة. يعني عشان يستيقظوا ويشوفوا ان احنا في امور غريبة وظواهر غريبة بتحصل، وبالذات لما نتمادى في الخطية. يبقى هم عندهم الاعتقاد وعارفين الطبيعة بتغضب، الله بيغضب. وإن لم يخفى عليك أن جيلهم شرير، وأن خبثهم غريزي متأصل فيهم، وأفكارهم لا تتغير إلى الأبد، لأنهم كانوا ذرية ملعونة منذ البدء. فاكرين دول ولاد كنعان أصلهم. ولم يكن عفوك عن خطاياهم خوفا من أحد، لم يتعظوا بتأديب السخرية، ذاقوا العقاب اللائق بالله. وفيما تحملوه بغيظهم، وقد رأوا أن ما اتخذوه إلها كانوا به يعذبون، عرفوا الإله الذي كانوا يكفرون به. يعني في البعض كانت دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن يعرف بيها أن ده ربنا. لعله يكون قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ولذلك حلت بهم خاتمة العقاب. أنا خلصت، لكن في 3 دقايق هقرأ عناوين. هذه الحروب أحبائي لم تكن من أجل، يعني أخطيت في التعبير، سواد عيون شعب بني إسرائيل يعني، لكن من أجل خطية الآخرين. يقول له: ليس لأجل برك وعدالة قلبك مثلا تدخل تمتلك الأرض، لكن لأجل اسم أولئك الشعوب. أنا بشيل ورم سرطاني مش عشان أنت اللي كويس، عشان هم اللي مش ممكن يجي منهم أمل. فاعلم أنه ليس لأجل برك، بيعيدها تاني، يعطيك الرب إلهك هذه الأرض. كلمة كمان على فكرة اللي اتكتب قدامنا في سفر يشوع، دي طريقة ربنا في إدارة العالم بشكل عام. يعني مثلا يقول في تثنية 2: على فكرة المؤابيين طردوا الإيميين. ده ربنا بيقول له: انتوا مش هخليكم تطردوا الشعب ده عشان انتوا هيقولوا هم وحشين، ده الناس الأشرار جدا ببعت لهم حد يطردهم، فانتوا جات معاكم حتة الكنعانيين، بس في ناس تانيين. يعني المؤابيين مثلا طردوا الإيميين، هم 2 وحشين، بس الإيميين دي ما فيش منهم أمل. الأدوميين طردوا الحوريين، والعمونيين الرفائيين، والكفتوريين طردوا العويين. ولو قريت سفر عموس الإصحاح 9 تحديدا، كنز بجد الإصحاح ده. ربنا بيتكلم عموس ويقول له: أنا عايز أسألك سؤال، هو أنت فاكر إن أنتوا الشعب الوحيد اللي أنا بتعامل معاكم في العالم؟ أنتوا بس اللي بحبكم؟ أنا بحب كل الناس. هو أنا عشان دبرت إن أنتوا تخرجوا من أرض مصر وشقيت البحر وعملت كده أيام موسى خلاص يبقى بحبكم أنتوا بس؟ أنا نفسي كل الناس تخلص. وقعد يسرد له ناس زي دول كده: أنا أخرجت دول من أرض العبودية بتاعت الحتة الفلانية، والناس دول من أرض العبودية. أنا بتعامل مع كل الناس لعل حد يطلع منه أمل. حاجة كمان، إن اليهود نفسهم لما أخطأوا ربنا بعت لهم سبي بابل أو سبي أشور قبل كده، بل والفلسطينيين نفسهم اللي فضلوا عايشين وسطيهم. يقول لك: ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطين 40 سنة. يبقى ربنا بيغتاظ من الخطية ويغضب على الخطية ويعاقب الخطية، سواء موجودة جوه الشعب اليهودي أو بره. برضو لم تكن من أجل الغنائم. احنا عارفين قصة عخان بن كرمي، ما كانتش ترخيص مطلق بالحرب، بدليل ان مش بعد ما اخذوا ارض كنعان وحتى في احسن الظهور بقى العصور لما داود استقر وسليمان بقى ملك عظيم، ما توسعش سليمان بقى واخد البلاد اللي حواليهم مثلا بنفس الطريقه ويقول معلش ناس اشرار برضو وربنا قال لي اروح اموتهم. لا، هي مش تشريع عام، ده كان في وقت معين والعصر معين والشعب معين والسبب معين، لكن ما هياش توسع في الأراضي. وإلا كان زمان سليمان لما صدق، ده أيام سليمان بقى كان جيش بحق، حكمة بحق، ربنا معاهم بحق جوه الهيكل، مفيش أحسن من كده بقى. طب يلا بقى خد لبنان وخد الأردن وانزل على مصر. لا، ما هواش تشريع لكده. فلم تكن حرب استعمارية، لأن حضراتكم برضو عارفين أن اليهودية في حد ذاتها ما هواش دين تبشيري. يعني مش هيروح يقول للناس لو ما بقيتوش يهود زينا هنموتكم، ما فيش المبدأ ده أصلا في الدين اليهودي. الدين اليهودي قاصر على
شعب، ومن يعجب به ينضم في هيئة مسمى اللفيف أو الأمم الدخلاء أو غيره، لكن عمره ما كان فيه أي تهديد من أجل اتباع سننهم أو شرائعهم ويبقى البديل بتاعه القتل، حاشا. والعهد القديم مكشوف في العهد الجديد. شوفوا الجملة حلوة ازاي؟ يعني لما نقرأ العهد القديم بعمق هنلاقي جواه العهد الجديد، لأن هو نفس ربنا الواحد. وفي نفس الوقت لما نقرأ العهد الجديد نفهم أمور كانت مكتوبة في العهد القديم ما كناش فاهمينها قوي. العهد الجديد مخبوء في العهد القديم، والعهد القديم مكشوف في العهد الجديد. والعهد القديم ياما طلع قديسين، يعني صموئيل النبي ده ايه؟ ده خريج عهد قديم. أشعياء الإنسان مرهف الحس جدا، والنبي العظيم ده ما هو ده خريج مدرسة العهد القديم، يعني ما كانش عنده غير المزامير والتكوين والتوراة. أرميا الرجل المرهف جدا والشاعري جدا واللي كتب نبوات دقيقة وعميقة جدا، ده خريج عهد قديم. طب وهنروح لبعيد ليه؟ الست العذراء أحبائي، العذراء أم النور، دي خريجة مدرسة العهد القديم بحروبها بكل اللي هنقراه دلوقتي ده. ما هو ده كانت العذراء، ما هي ده اللي بتقراه. وطلعت العذراء الوديعة الجميلة أم النور. ما فيش قديس ولا قديسة ولا شهيد ولا شهيدة بنذكره قبل العذراء. طب كان ايه اللي في ايدين الست العذراء؟ العهد القديم. اذا يبقى هم كانوا بيقروها بالطريقة الروحية البسيطة اللي احنا بنقراها. لكن زي ما قلت لحضراتكم، لما يجي حد يتساءل يبقى لازم احنا نجاوب، ودينا احنا المستفيدين بالتعمق اكثر فاكثر في العهد القديم. تعالوا ناخد اول حاجة ببساطة. هو احنا ممكن نتجاهل العهد القديم ونركز في العهد الجديد؟ الحقيقة اللي بيركز في العهد الجديد ما يعرفش يتجاهل العهد القديم ببساطة، لأن ربنا يسوع نفسه قال لا يمكن أن ينقض المكتوب. مثلا قال كده في يوحنا 10. المكتوب إيه؟ ما هو كان اللي مكتوب ساعتها العهد القديم، ما كانش لسه العهد الجديد اتكتب. يبقى السيد المسيح كان قصده العهد القديم. يبقى السيد المسيح بيقول ما ينفعش إن اللي اتكتب في العهد القديم يتركن، لا يمكن أن ينقض المكتوب. يقول السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. كلام ربنا اللي كان مكتوب عند اليهود اللي هو بيكلمهم ده كلام العهد القديم. يقول نفس المعنى زوال السماء والأرض أيسر من أن تذكر نقطة من الناموس. ناموس يعني عهد قديم، ده السيد المسيح اللي بيتكلم. أو يقول بنفس المعنى إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. والناموس يعني عهد قديم. فما ينفعش يجي حد، أصل القصص الاتهامات اللي قدس أبونا بيذكرها هي مش بس من الملحد أو البعيد، هي ممكن من مسيحي يقول لك لا العهد القديم خلاص جه العهد الجديد، العهد القديم بقى نشيله. ما ينفعش تعمل كده، وإلا تبقى بتنقض العهد الجديد وانت مش واخد بالك، لأن العهد الجديد نفسه بيقول مش هينفع نفصله عن العهد القديم. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم وللتأديب، مش ما عدا ملوك الأول ويشوع أول 7 إصحاحات، وهم الكتاب كله موحى به. ده كلام القديس بولس لتلميذه تيموساوس. يبقى كل الكتاب من الجلدة للجلدة نافع للتوبيخ والتعليم والتأديب. وبرضه طبعا القديس بولس الرسول كان اللي في ايديه وفي ايدين تيموساوس اللي هو بيكلمه هو العهد القديم. أخيرا يقول القديس بطرس الآية اللي حضراتكم عارفينها: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. نبوة يعني بنتكلم عهد قديم، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ده يتطبق عهد قديم وجديد، والقديس بطرس هنا بيتكلم لأن اللي معاه العهد القديم، وإنه كلمة نبوة يعني بيتكلم غالبا عهد قديم. يبقى العهد القديم ده مكتوب بناس مسوقين بالروح القدس زيه زي العهد الجديد. يبقى أول قاعدة هيطلع كل شوية نطلع بقاعدة كده. أول قاعدة: لا يمكن أن نتجاهل العهد القديم بحجة أن العهد الجديد كمله والوصايا بتاعته خاصة بينا إحنا كمسيحيين، يبقى ملناش دعوة بوصايا اللي خاصة بالعهد القديم اللي كانت لسه ما كملتش وهي خاصة باليهود. لا، ربنا واحد، عهد قديم وجديد.
ابتدى الكلام مع تاريخ البشرية قبل تجسده وكمل الكلام بعد تجسده. كل ده اسمه كلمة الله الواحدة والموحى بها من الروح القدس. قضية رقم 2: هل يوجد اختلاف في أسلوب العهد القديم عن العهد الجديد؟ بصوا حضراتكم، أنا حاطط حوالي 7 نقط كده، أحاول أقولهم في عجال. العهد القديم اللي كتبه هو وحي الله، والعهد الجديد نفس الكلام، كتبه أناس الله مسوقين بالروح القدس، فهو نتاج وحي مقدس سواء عهد قديم أو جديد. طب هل الله تغير عهد قديم واختلف في العهد الجديد؟ بصوا الجملة الجميلة دي: الله لم يتغير لكن الإنسان هو الذي تغير. الإنسان هو اللي اتغير. وانتوا عارفين المثل البسيط عشان نقوله لأولادنا: بص يا حبيبي، لما انت كنت صغير كان باباك ممكن يقول لك ما ينفعش تحط ايدك في الفيشة، هنلزقها ببلاستر احسن تتكهرب، ويلاقيك بتلعب مثلا بكورة ولا حاجة جنب الفيشة يزعق: يا ابني قلت لك ما تقربش من الفيش، ده في ناس ماتوا، اوريك اقول لك قصص ناس حصل معاهم مصيبة. هي نفس الفيشة وهو نفس بابا، بس انت اللي اتغيرت بقى لما كبرت وبقيت في جامعة ولا في ثانوي اعدادي. فبابا مش معقول يكون لسه بيحط بلاستر على الفيشة وبيقول لك ما تلعبش كورة جنب الفيشة واثبت لك ان في ناس اتكهربوا، مش هيقول لك كده طبعا، لكن هينتقل لمرحلة تانية في الكلام: حبيبي ما تساعدني نغير اللمبة ونصلح الفيشة. لا، ده مرحلة تانية. بابا هو وكان بيصلح الفيشة برضه وانا صغير، انا اللي كبرت. يبقى الله لم يتغير لكن الإنسان هو اللي كبر، هو اللي تطور، هو اللي تغير. ففي العهد القديم كان يخاطب الله البشر كأطفال في الإيمان. لما يكلمهم على الحاجة يقول لهم 1 2 3، لو عملت 4 5 6 غلط هتبقى في مصيبة عليك وعلى كل اللي حواليك، بوضوح وبنقاط ملموسة. لكن بعد كده في العهد الجديد الروح القدس سكن في الإنسان، ده بقى ضميري جواه حاجة أعلى وأسمى اسمه الروح القدس، يبكتني على خطية وعلى بر. ده يقول لي: ليه ما بتحبش الناس قوي؟ ليه ما بتحبش أعدائك قوي؟ ما دي كانتش في العهد القديم. مش علشان ربنا اللي اتغير ولا الروح القدس اللي اتغير، الروح القدس والله ثابت، لكن سكن في الإنسان والإنسان تقدم نما في الإيمان. مش بس على مستوى الروح القدس اللي سكن في الإنسان، نفس الضمير والعقل البشري. بصوا اللي يسموه بالمصطلح ايه في علم الاجتماع، يعني الضمير والعقل البشري الجمعي. الجمعي يعني ايه؟ يعني كل واحد مننا ليه عقل وضمير، لكن كلنا اللي عايشين في نفس العصر بيحكمنا ضمير جمعي بينمو تدريجيا من عصر لعصر. لو رجعنا من 20 سنة هنلاقي اللي كان بيحكم من 20 سنة الناس كلها ترند التفكير بطريقة، دلوقتي في تقدم أكتر، بقينا نبص للموضوع بشكل أكثر تطورا أو تقدما من جاز التعبير. ده اسمه العقل البشري الجمعي. في الإنسان تطور. في العصر القديم جدا كان ليه طريقة تفكير، البشر ليهم طريقة تفكير. بعد كده العقل اللي بيحكم الناس كلها كبر. كمان الناموس في العهد القديم بيقوم بالتشخيص وليس العلاج. قديس بولس الرسول أفرد أجزاء كبيرة من رسالة مثلا روميا أو غلاطيا حوالين المعنى ده، إن في العهد القديم كان بابا بيقول ما تلمس الفيشة، في العهد الجديد بقى بيشرح لنا الكهرباء بتشتغل إزاي في الحيطة. ففي العهد القديم كانت مبادئ بتقوم بتشخيص الخطية. لو قتلت دي خطية كبيرة، ودي معناها ان جواك شر عظيم، اوعى تقتل. فبقى الانسان عارف ان دي مصيبة ان انا اقتل، ربنا بيقول ده غلط ومش راضيها على نفسه فمش هيرضيها على غيره. في العهد الجديد ربنا غير ما في طبيعة الانسان بالمعمودية وبالطبيعة الجديدة اللي احنا خدناها.
فبقى الإنسان اللي ماسك في الطبيعة الجديدة دي ماسك في المسيح اللي لبسه بقى من جواه يتضايق لو كره، يتضايق من الإحساس ده. أنا مش عايز أبقى متضايق من حد. وممكن ما يجيلكش نوم في البيت مش عشان حد ضايقك أو أنت اتخاصمت مع حد، ده عشان في حد بايت زعلان منك، مش أنت اللي زعلان منه. ما تحبش إن حد يبقى زعلان منك. لا، ده مش مجرد تشخيص للغلط، دي مرحلة أعلى بكتير. ده بنقولك إزاي تعالج، إزاي القلب يتغير، إزاي القلب يبقى نقي. في العهد القديم اوعى تزني، في العهد الجديد الفكرة نفسها، أخطيت في التعبير، مقززة. وكل ما بمسك في ربنا، كل ما اتناول واحضر قداس وصوم، ألاقي الأفكار الشريرة سيئة قوي. إيه إزاي كده؟ إزاي كده ليه؟ ماسك في طبيعتي الجديدة اللي اسمه المسيح. أنتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبستم المسيح. فالمشكلة اتحلت من جدرها، مش مجرد بحاول أمسك نفسي إني ما أعملهاش. في العهد القديم كتر ألف خيرهم بيمسكوا نفسهم إن هم ما يشتهوش. في العهد الجديد امسك في المسيح كتير لنفسك مش عايز تعمل الغلط، قرفان منه. مش محتاج أقولك اوعى، أنا أقولك حاجة أسهل. امسك في النعمة، صلي كتير، تناول كتير، اقرأ الإنجيل كتير، سبح كتير، ترانيم كتير، لوحدك الطبيعة الجديدة تنور جواك، فتكره الخطية، تتقزز منها. في العهد القديم مش عارف يعملها، مش عارف، هو ماسك نفسه بالعافية، نفسه ينتقم بس مش عشان ربنا ما يزعلش. نفسي أحوش وابقى دماغي كلها في الفلوس والغنى والناس تسقف لي وتمدحني. عايز يكرهها من جواه مش عارف، هو دوبك مبطلها. في العهد الجديد الإنسان المسيحي على حق، وكل ما يقرب من ربنا أكتر يكره الخطية، يبغضها، لأن الخطية بالنسبة له خاطئة جدا زي ما القديس بولس بيقول. كمان في نقطة لا نغفلها، إن في العهد القديم ربنا كان هو المشرع للشعب، مش بس معبود الشعب روحيا. يعني الشعب طالع على ايد موسى وطالع في الصحراء، شعب كان عايش كعبيد في أرض مصر ليه مئات السنين، كان ليهم قوانين مصرية وهم مش مشاركين في الحكم، محدش منهم عنده مبادئ الحكم، محدش عارف عنده تشريع. فربنا قال لهم هعمل معاكم عهد، ولو عايزينه انتوا اللي تقبلوا، تحبوا انا اللي اقول لكم تمشوا حياتكم ازاي، بس انتوا من الناحية تانية تسمعوا الكلام. وبكده هأقيم عهد ما بيني وما بينكم، ويلا يا موسى هات دم واذبح ذبيحة ورش الدم دوت، يبقى في عهد ما بيني وما بينكم اسمه العهد القديم، ان انا اللي هقول لكم تمشوا ازاي، تسمعوا الكلام، هفضل معاكم، مش عايزيني هاخد بعضي وامشي اللي انتوا عايزينه، بس انا من ناحيتي عندي الاستعداد. الناس قالوا امين، وقالوا لموسى امين، طلعنا من ارض مصر بس واحنا معاك، وفي الصحراء طول الوقت احنا معاك يا رب، ولنا عايز ايه بالذات واحنا عينينا ليك. فربنا قال خلاص بص يا حبيبي، لو في حد قتل يتقتل، لو في حد سرق يتحصل له، لو في حد زنى يتعمل له، لو في حد جاله كذا يحصل له كذا. ده النظام، ده الشريعة، بنسميها حكم ثيوقراطي. ثيوس الله، قراط او الجزء الثاني المقطع الثاني الحكم، يبقى حكم الله للشعب. احنا دلوقتي مثلا لو في حاجة اسمها ديمقراط، ديموس الشعب، قراط الحكم، يبقى حكم الشعب. في العهد القديم ده حكم الله. ففي بعض التشريعات ربنا عشان يمشي الشعب بتشريع، لأن ملهمش ملك وملهمش قوانين، فربنا سن تشريعات. التشريعات دي خاصة بوقتهم، بظروفهم، بحياتهم. طب وبعد كده احنا يا رب هنبقى معاك روحيا، اما بالنسبة للقراط للحكم فده بقى ايه بالنسبة للشعوب اللي هنبقى فيها، وماله. طب احنا عايزين شاول يبقى هو الملك ويحط لنا قوانين، حاجة مش بتبسطني، بس لو عايزين ماشي. طب وبعد كده سليمان، حاضر، انتوا عايزين ايه؟ في الاول قالوا له يا رب انت الملك بتاعنا وقول لنا القوانين اللي تمشيها، هات لنا سفر التثنية، سفر اللاويين، نعمل ايه؟
ربنا لهم حاضر، ده العهد ما بيني وبينكم، هقول لكم تعملوا ايه، هحكم انا. بعد كده هيزيحوا وهيكملوا هم حكم ملك اسمه شاول ولا داوود ولا سليمان وليكن، خلاص اللي انتوا عايزين، وانا هفضل بحبكم وارعاكم روحيا. وجه في العهد الجديد واعلنها وقال: ما لقيصر لقيصر وما لله لله، من اقامني قاضيا عليكم. مش انتوا اللي قلتوا لي لا زمان؟ خلاص لا، واحكموا انتوا بعضكم، والمكان اللي انتوا فيه امشوا بقوانينه، اما انا فهحكم على القلب، وانا شغلي هيبقى خاص بضميرك، وهسكن جواك وهقول لك الصح ضميرا تقبلوا ايه وايه اللي ما تقبلوش، هرقى بيك كانسان. اما قوانين ولتكن، انا هنسحب من كوني سيقراط ليكم وانتوا تحكموا بالطريقه اللي تشوفوها. في العهد القديم لما نلاقي تشريعات سيقراطيه، مش معنى كده ان هي تستمر في العهد الجديد. ده وقت ما كان الله بيقود الشعب في عصر معين، في وقت معين، في مكان معين، سحرة سينا ثم دخولهم أرض الموعد من 3500 سنة من دلوقتي، فكانت شريعة خاصة بالظروف دي. كمان ما ننساش ان العهد القديم جزء من خطة الخلاص، لكنه لم يكتمل فيه قصة الخلاص، هو بيهيئ لقصة الخلاص اللي لسه هتكتمل. فالعهد القديم زي ما قلنا في البداية يفهم بنروح العهد الجديد، نقرأ العهد الجديد نفهم أكتر العهد القديم. مش هطول معاكم في الحتة دي. العهد القديم يعامل الناس معاملة قوانين السجناء، ناس جوه سجن الشيطان مسيطر عليه، رئيس هذا العالم اللي كان يسكن في شاول ويحرك الشعوب. ربنا كان بيحكم الشعب، بس الشعب محطوط تحت قانون وحكم شرير. تخيلوا لما نروح وانتوا جايين في السكة مثلا سجن وادي النطرون، ليه قانون جواه، بس مش هو القانون اللي بيحكم البلد، ليه قانون خاص. اهو العهد القديم ده ربنا بيحكم ناس متسلط عليهم ابليس. واحد زي القديس اثناسيوس الرسولي يقول: كم من الناس اللي كان فيهم روح شرير بيقودهم ويحل فيهم ارواح نجسة في العهد القديم كان كتير قوي، اما بعد صليب المسيح الامور بقت محدودة، ولازم واحد يكون سايب نفسه للشيطان قوي، رايح للاسد في القفص بتاعه. لكن قبل كده الأسد ده كان هايج وسط الناس، فكان ليه قانون غير قانون الأحرار في العهد الجديد. لا ننسى كمان طبيعة العصر اللي اتحط فيه التشريعات، ولا ننسى طبيعة الشعب اللي قال عليه ربنا إنه قاسي الرقبة ومتمرد وعنيد. دي كانت مقدمة لابد منها، ومعلش لو كنت أطلت فيها. تعالوا نشوف الاتهامات واحدة في واحدة. أول اتهام: الله عنيف وقاسي. تاني حاجة: الله يشجع على الحروب ومنحاز لإسرائيل، شعب بني إسرائيل. دول موضوعين الكبار اللي هتكلم فيهم يعني. الله عنيف وقاسي هم 3 كلمات مشهورين: قصة الطوفان، سدوم وعمورة، حروب بالذات يشوع في سفر يشوع. أقرأ النص: فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فأنا مهلكهم مع الأرض. إن ربنا بيهلك في العهد القديم. يقول لك لا، دي غالبا قصة يعني رمزية حصلت نص نص، يعني ربنا كتبها عشان الناس تخاف، يعني قول بقى زي ما تقول عشان نطلع من الاتهام يعني. سدوم وعمورة، يقول: أمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء. معقولة ربنا يهلك الناس كده؟ ربنا الرحوم الرؤوف. أكيد ما كانتش بالظبط كده، بس شو النار كمان تنزل ولا حاجة؟ دي أكيد ظواهر طبيعية حصلت. أو ده مش معقول يكون ربنا بتاع العهد الجديد. ربنا في العهد الجديد لما شاف واحدة أمسكت في ذات الفعل قال لها اطلعي براءة. لما جت واحدة خاطية تسكب الطيب على رجله ولا من وراءه قال لها يا سلام مغفورة لك خطاياك. يبقى ده ربنا غير العهد الجديد خالص. أخيرا: وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. أحرقوا المدينة بالنار مع كل ما فيها. وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة. كان بيتكلم على مين؟ أريحة. دول بقى ال3 نصوص اللي يعني ربنا أكيد قاسي جدا اللي بيعملوا ده.
اللي بعديها هناخدها برضو، يقول وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. تثنية 14. شعبا خاصا اختارك وفوق جميع الشعوب. يبقى ربنا منحاز، وآسف في التعبير عنصري، يعني منحاز للشعب بني إسرائيل. خليكم فاكرين الاتهامات دي وناخدهم واحدة واحدة في الوقت المتبقي. أو القضية الأولى، الله عنيف وقاسي في العهد القديم على خلاف العهد الجديد. قضية الطوفان وسدوم وعمورة هننتهي منهم بسرعة عشان أنا نركز في حتة الحروب، بس هننتهي وإحنا يعني مرضيين، ما تقلقوش. أول حاجة، غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم، عهد قديم وعهد جديد. هو أصلا الآية اللي أنا بقولها دي موجودة فين؟ ده عهد جديد، ده القديس بولس اللي قالها. غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم، ده عهد قديم وعهد جديد. الله يغضب من الخطية بشكل عام. الغضب صفة منسوبة لله في الكتاب المقدس 380 مرة، إن الله غضب من أجل موقف أو شعب أو أمة أو أهل. في 380 مرة بسبب الخطية وليس لموقف شخصي. يعني مش مثلا واحد عمل حاجة ضايقت ربنا، موقف فردي شخصي ملوش أي علاقة بالخطية، يوم ربنا يغضب ويقع عليه هذا الشخص عقاب. لا، دي بتكون بسبب خطية واضحة كاسرة للناموس وللوصية، حدثت تجاه الأمم واليهود على حد سواء. يعني ربنا غضب على شعبه نفسه اليهود، يبقى مش عنصري ولا حاجة. لما كانوا بيغلطوا كان ربنا بيغضب عليهم، يرفع نعمته، ولما يرفع نعمته يا ويلك ويا ويلي. لحد النهارده في العهد الجديد لما ربنا رفع عننا نعمته، عدو الخير يطمع فينا بكل ولاده وكل اللي بيشغلهم. فبسبب كسر الخطية فقط كان الله يغضب على البشر أو على الأمم أو على اليهود نفسهم. وغضبه ما هوش موجه ناحية أشخاص، لكن ناحية الخطية اللي حصلت وسطهم. تعبير الله غضب عنهم موجودة، لكن المقصود بيها غضب لخطيته، بدليل إن لو لقى فيهم واحد كويس هيطلعه. إنه مش غضب على الأشخاص على قد ما غضب على الخطية اللي بتحصل، زي لوط وبناته اللي هم أصلا يعني إيه، بناته مش قوي، ولوط كونه إنه عاند إبراهيم وعاش في الأرض دي فبرضه مش زي الفل، لكن فيهم نفس. يوم ربنا مطلعهم هم الثلاثة، ومراته اللي هي برضه يعني هيبان إن هي دماغها في الفلوس كمان دقيقتين، لكن أي حد فيه أمل ورجاء يطلع ويهرب، لأن ربنا مش متضايق من الناس، متضايق من الخطية اللي بتحصل. فلو في واحد في حتة أمل يطلع، ربنا مش متضايق من الأشخاص، يريد أن الجميع يخلصون. فغضب الله المذكور في الكتاب المقدس في 380 مرة دول هي غضب من أجل خطية البشر، مش من أجل اختلاف مع البشر مثلا، لا، من أجل خطية واضحة. واحد سرق، قتل، زنا تفشى، أوثان بقت تعبد. تاني حاجة أحبائي، تعالوا نشوف في العهد الجديد ربنا يسوع قال إيه. الحقيقة لو في حد أنكر إن كان في نوح وكان في الطوفان، أو حد أنكر إن كان في سدوم وكان في عمورة وكان في كبريت وكان في نار، هو كده مش واخد باله إنه بينكر العهد الجديد كمان، لأن المسيح نفسه ذكرهم زي ما هنقرأ في متى 24 ومتى 10. ومش بس كده، لو حد اتهم ربنا في العهد القديم انه سمح بالطوفان ولا سمح بنار لسدوم وعمورة، هو كده اكيد قاسي. وفي العهد الجديد ربنا مش قاسي. دي الآية دلوقتي هتبين لنا ان ربنا بيقول ان اللي حصل في سدوم وعمورة ده ما يجيش حاجة جنب اللي هيحصل في الناس الاشرار بعد كده. ايه ده؟ يعني ربنا لسه بداء من الشر عهد جديد واكتر. يمكن العهد القديم ما كانش فيهم الروح القدس، وما كانش لسه الصليب، وما كانش لسه الإيمان منتشر، فاللي حصل في سدوم وعمورة مش هيجي جنب اللي هيحصل بعد كده. يعني ربنا بيغضب على الخطية عهد قديم وجديد. تصدق. ونوح والطوفان وسدوم وعمورة دي أمور حدثت بالفعل، لأن السيد المسيح نفسه نطق بيها واستشهد بيها.
يقول في متى 24: وكما كانت في أيام نوح يتزوجون ويزوجون وبعد كده جه الطوفان فجأة، كذلك يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان، وهيجي الطوفان الغضب الإلهي فجأة. واضحة كمان في اللي بعديها في متى 10: ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. يعني اللي حصل في سدوم وعمورة ده ما يجيش حاجة بعد كده. ايه يا رب، يعني انت عهد قديم وجديد من بداية من الخطية لهذه الدرجة؟ ايوه حبايبي. طب وليه تنتقم من الانسان؟ لا، ما بنتقمش من الانسان، ده انا بقعد احذر، ده انا انجاز التعبير هبقى ببكي وانا شايف ناس رايحه الجحيم، انا مش مبسوط من كده. يستعلن العدل الالهي، لكن من الناحيه التانيه ياما مديت ايديا طول النهار لشعب غليظ وصلب الرقبه. انا اريد ان الكل يخلصون، لكن متى اكتمل الحكم يلام الله على انه عادل او ديان؟ حاشا. اب جاب لابنه عربيه جميله هديه ليه، واداله المفتاح وقال له دي هديتك في عيد ميلادك اللي كان نفسك فيها. والولد انبهر بالهديه الجميله، اخذ العربيه ومشي على سرعه 200 وعمل حادثه. يلام الاب انه جاب الهديه، خاصة انه عارف ان ابنه عاقل وبيوصي وقايل له قواعد ومحفظها له، والابن ياما ساق قدامه وطلع من ناس كتير ساقت نفس العربية ومن ولاده وكانوا كويسين. الابن ده تحديدا رمى اللي بيقولوا ابوه ورا ظهره، ويا ريتها خلصت على كده. ده ابنه لما ساق العربية ب200 كيلو خبط في بيت ولا في محل، كسر الازاز ودشدشه، وهو الولد اتعور. قام نزل ربنا من السماء والولد اللي اتعور ده عالجه وجدد طبيعته ورجعه تاني انسان احسن من الاول، ودفع كمان فلوس فدية للراجل اللي اتكسرت محل بتاعه. يقوم الابن ياخد العربية تاني ويعمل نفس العملة غيظا في ابوه. يقوم ربنا بعد كده يلام وهو متضايق ان ولاده مش سامعين الكلام ورايحين برجليهم للجحيم. بأي عقل يعني؟